طيب شوف بهالمباراة فوت على التكتيكات البديلة. أول شيء غير أسلوب اللعب، تعديل المراكز، بدل بين سون وميسي. اغيره يعني كده. ايوه كده، وحط ار دبليو، هذا خليه اس اس ار دبليو، وحيشوط باليسار اعكس بين بيكهام وريفالدو. هيك تمام. ايوه زي ما انت سمعت، انا النهارده معايا ضيف تمام حرفيا فاهم يعني ايه لعبه ايه فوتبول، فاهم يعني ايه تكتيكات بديله، دارس اللعبه صح وعارف ازاي يعالج الموقف لو اللي قدامك بيحاول يعمل خطه معينه عليه. حرفيا الاستمراريه في اللعب بتخلي عقلك ده شغال في كل حاجه، لدرجه ان في الماتش اللي هيتعرض قدامكم الاولاني قبل ما الماتش يبدا تمام كان عارف ان اللاعب اللي هيلعب ده هيعمل مراقبه لصيقه للجناحات، فحرفيا كان عامل مراقبه لصيقه لسون وعامل مراقبه لصيقه لميسي. ففكره تمام انه عمل تكتيكات بديله بحيث ان انا هكبس على زر هيخلي هجومي هيعكس اللعيبه، سون هيروح يمين وميسي هيروح شمال وهكذا. انا ضربت له دفاعه اراوخو هيروح يمين والعكس صحيح. ففكره ذكيه و10 على 10. بدل ما انا اغير المهاجمين هو هيقطع عليا. فيديو اسطوره تجربه دافيد بيكهام ومايكل اوين وسون هيونج مين حرفيا خرافي، ماتشات اسطوريه. وركزوا على اول ماتش واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنساش تعمل لي فولو لو انت مش عامل لي. ويلا عشان ما اطولش عليكم اسيبكم على الفيديو. 105 على السنه. لعيبة وسط. طيب شوف بهالمباراة فوت على التكتيكات البديلة. أول شيء غير أسلوب اللعب، تعديل المراكز، بدل بين سون وميسي. اغيره يعني كده. ايوه كده، وحط ار دبليو، هذا خليه اس اس ار دبليو، وحيشوط باليسار اعكس بين بيكهام وريفالدو. هيك تمام. بشوط بيساره نظامي سون، ولا كأنه عنده مشكلة. تمام. والشوط الثاني تبقى بتنزل كيزا محل ميسي بسهولة. دي تشكيلتي ودي تشكيلة الخصم ومعاه لعيبة حرفيا اساطير، وندخل على طول نشوف ايه اللي هيحصل في المباراة. يا ابن البطل على التصدي. حلوة. طب يا عم اعمل ايه في اللعيبة دي بالله عليك يا اخي، اعمل ايه في اللعيبة دي؟ بيكهام هو شكله على فكرة عامل مراقبة لاصقة للجناحات، حاسس ما كده. مشان هيك عم بقول لك بدلهم عكسهم. فلاما اي سهم طويل شفت لما تنزل دفاع او ترفع هجوم. اه خليك ضاغطها سهم طويل، خليه يصير دفاعي. ايوه كده. هيك. اه هلا ايوه العب. تمام. انا من البدايه قلت لك حلوة سوي دي. هيك لانه انا عرفان اللي ضدك شو حيعمل. انا في الحالة دي بقوم عامل بقى حاجة تانية، مغير مكان اللعيب. انا ما بقوم بغير حاطط مكان اللعيبه ميسي مشان ما راس يشوف هون. حربة مثل الارجنتين. هلا بس يوقفها ويعكسها هون، هو عم بحاول يقتل المباراه معنويا ترى. اي يا سلام عليك يا كاكا. حرك لي الحارس، امسك لي المدافعين، مراقبه لصيقه. مش عليا يا ابو الصحاب. رجع اروخو، خليها لانه ترك لك اياها. اه والله فعلا. يا سلام يا حلوة سلام التيكي على تاكا. الدلع. حلوة التيكي تاكا. ايوه يا عم تمام انا بقول لك. النهارده هنجرب الاسطوره دافيد بيكهام في نسخه السي ام اف، وطبعا مع سون هيونج مين بالار 2 الخاص بتاعه، ومعانا بقى مايكل اوين هنجربه في نسخه الهجوم لانه ما عجبنيش المره اللي فاتت. وندخل على الديفيجن على طول. طبعا اسهم اللعيبه كلها عاديه، ولكن هندخل الماتش باللعيبه وهنجربهم ومفيش اي مشكله. مايكل اوين، كره عند ليو والهدف الاول. دافيد بيكهام على هادي. ريكارد، ليو مر، مايكل. سمعني كده سمعني. هندخل الماتش التاني وهنشوف هنعمل ايه بدافيد بيكهام. سون فوت، روح كان عدي. يوهان، سون، يوهان، اوين، ليو، جول والهدف. حلو من ليو، باص حلوه الاوين، واحده بقى مفيه. هي دي. يوهان يخطف، يدي لسون. ريكارد، سون يا سلام. روح 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 روح. هي دي بقى. هاي جول. اوف
نيستا. الماتش الثاني انتهى، ودي تشكيلتنا ودي تشكيلة الخصم، وهندخل ماتش اسطوري. هو معاه لاعيبه اساطير وانا معايا لاعيبه اساطير، هنشوف اللعيبه هتعمل معايا في الماتش. اللعبه انت شايف طبعا التقل وشايف الحركات اللي بتحصل. مايكل اوين، والاول ما بيرحمش، اوين ما بيرحمش. دافيد بيكهام، كوره من بيكهام لسون هيونج مين، والار2 واحده. اوف 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 اوف. دافيد بيكهام، سون يعدي واحده بقى، هي دي. اوف. فيرا، جليتش. لو عاوز انا مش هروح ولا انا والليو، الليو لا يرحم. عارف الحمد لله الغبي. طب ده ايه؟ كون ملوش الجول اصلا. يوهاني يا ابني طلع يا ابني، بس جول. هذا بدك حصل. اياه من البدايه. حصل. انت شفت لفته قد ايه خفيفه؟ رهيب. لا 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 لا. على فكرة تشيك دخل في نفسه جولين مالهمش لازمة. لا روح ليو. يا سلام يا ديونج، يا سلام يا ديونج. ماتش حلو رغم ان هو محظوظ، بس ماتش حلو. الواد خلت بيجري ورا العيال كده يخرب بيته. خلت عنده روح قتاليه وعنده احتكاك دفاعي، تمام؟ يا أخي. فالاحتكاك الدفاعي. يا سلام عليك يا خلت. يا عم خلت ايه يا عم ده يا عم؟ بيكهام. يا بيكهام. بس دي بتاعتي يا اخي. ريكاردو، ليو، خارج قدم. على الايزي يا سون. تاخرت افلس. ايه بلص بسيطة خالص يا سيدي. ترى خلت عمال دائما تلفلي. هيك، ها؟ حصل. ايدي والله ما اعرف. اجباري فلما انت غلطت هون غلطين. اي اقول لك انا بعرف. أي. بعرف لما والله بعرف انه اللاعب سيء. يعني له كم اسلوب لعب للعب، مو هذا اسلوبه. يا نهار ابيض على اللعبة. تمام، خلص الماتش. بعد التجربة طبعا اكتشفت ان دافيد بيكهام برضه لسه ما خدش حقه في الكروت. افضل كارت الكارت اللي معايا، والكارت اللي موجود مع تمام برضه رايق في نص الملعب. كل واحد وليه اسلوب لعب. تاني متخصص عرضيات، والاسلوب ده يلعب سي ام اف ودي ام اف. فبصراحة بيكهام ما خدش حقه في الكروت كالعادة. فتقييم البيكهام 4 من 10. لمسات وباصات 100 من 10، ولكن كأداء في الملعب ان هو يتحرك ويباصي ويستلم ويروح يمين وشمال صفر. اما سون هيونج مين حرفيا 20 من 10، تقييمه فل لانه لاعب اسطوري. نروح بقى للاسطوره مايكل اوين اللي كان نازل في باك 50 لاعب، وانا شخصيا ندمت ان ما كنتش فتحت عليه، واي حد يندم لانه كان باك 50 لاعب، فطبيعي يطلع لك من اول 10 تاني 20. فمايكل اوين اسطوره من اساطير اللعبه حرفيا، وتقييمي للكارت 10 من 10. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين اجرب مين من اللاعبين، ولو حسيت ان انت استفدت او استمتعت ما تنساش تعمل لي فول عشان يوصلك كل جديد، ولايك وكومنت للفيديو وتشيره لصاحبك عشان يكون عليه تفاعل اسطوري. واشوفكم الفيديو الجاي.